سنين. دي احنا ما عندناش أطفال أول 10 سنين من جوازنا، كنا بنحاول بكل الطرق. رحنا لكل الدكاترة، عملنا كل التحاليل، أنا كنت سليمة تمام الحمد لله. بس كريم كان عنده مشكلة صغيرة في العدد، مش حاجة كبيرة، بس كانت بتأخر الحمل. قبل 5 سنين حصلت المصيبة الكبيرة. كريم اتعرض لحادثة عربية وحشة قوي. كان راجع من سفر العربية، انقلبت كريم نجا بأعجوبة، بس اتصاب في العمود الفقري، والحوض الدكاترة عملوا عمليات كتير، وكريم رجع يمشي تاني الحمد لله. بس قالوا لنا حاجة خلتني أنهار. قالوا إن كريم بقى عقيم تمام، مفيش أي فرصة إنه يخلف تاني بسبب الإصابات اللي في الحوض. أنا يومها عيطت قوي، مش علشان نفسي في الأطفال بس، لأ، أنا كنت بحس بكريم. كان محطم قوي، كان دايما يقول إن هو مش راجل كامل، إنه فشل، إنه مش هيبقى ليه وريث يكمل مسيرته وشريكته اللي تعب عليها سنين طويلة. حاولت أقنعه إن إحنا ممكن نتبنى طفل أو نعيش حياتنا عادي من غير أطفال، بس كريم كان رافض تام، كان عايز ابن من دمه يحمل اسمه. السنين عدت وكريم فضل مكتئب، رغم إن الشركة بتاعته كانت بتكبر وبيكسب فلوس أكتر، بس كان دايما حزين، ما كانش بيضحك زي زمان. علاقتنا بقت باردة شوية، مش زي الأول. كنت حاسة إنه بيبعد عني مش علشان مش بيحبني، لأ، كان بيحبني، بس كان حاسس بالذنب، حاسس إنه حرمني من الأمومة. قبل سنة من دلوقتي حصلت حاجة غيرت كل حاجة. صديق كريم المقرب جدا اسمه صلاح توفى فجأة بجلطة في القلب. صلاح ده كان صاحب كريم من أيام الجامعة، كانوا زي الإخوات بالظبط. كريم اتصدم جدا لما صلاح مات. صلاح كان مطلق وعنده ابن واحد بس اسمه يوسف. يوسف ده كان عنده 22 سنة، وقتها طالب في كلية الهندسة. أمه سابت مصر وراحت تعيش بره مع جوزها الجديد، وسابته لأبوه. لما صلاح مات يوسف فضل لوحده، ما عندوش حد في مصر. كريم حس بمسؤولية كبيرة ناحيته، راح ليوسف وقال له انت لازم تيجي تعيش معانا، احنا عيلتك دلوقتي. يوسف في الأول رفض، قال انه عايز يعيش لوحده في شقة صغيرة، بس كريم قصر قوي، قال له أبوك كان أخويا وأنا مش هسيبك لوحدك أبدا. يوسف في الآخر وافق وجي عاش معانا في الفيلا. أول ما يوسف دخل بيتنا حسيت إن البيت اتملى حياة يوسف. شاب محترم قوي، مؤدب، كلامه قليل، بيذاكر كويس في كليته، طوله حوالي 185 سم، شكله حلو وبنيته رياضية، كان بيروح الجيم كل يوم. أنا بدأت أحبه حب الأم لابنها، كنت بعتبره الابن اللي ربنا حرمني منه. كنت بهتم بيه، بأكله، ألبس هدومه، بسأل عليه في دراسته. وكريم كمان كان مبسوط جدا بوجود يوسف، كان دايما يقول إن يوسف ده زي ابننا بالظبط. بعد 3 شهور من وجود يوسف معانا لاحظت إن كريم بقى مبسوط أكتر من الأول، بقى يضحك تاني، بقى يحكي معايا أكتر. حسيت إن وجود يوسف ملى الفراغ اللي كان في حياتنا. في ليلة من الليالي أنا وكريم كنا قاعدين في أوضة النوم، كريم فجأة بصلي وقال يا ليلى، أنا عايز أكلمك في موضوع مهم قوي. قلت له خير يا حبيبي، في حاجة؟ قال ليه أنا بفكر في حاجة من زمان وعايز أقولها لك، بس خايف تزعلي مني. قلت له قول يا كريم، إحنا جوز ومراته ومفيش أسرار بينا. قال لي أنا عارف إن أنا حرمتك من الأمومة، وإن ده كان بيوجعني جدا طول السنين اللي فاتت، بس دلوقتي أنا لقيت حل. قلت له حل إيه يا كريم؟ إحنا جربنا كل حاجة والدكاترة قالوا مفيش أمل. قال لي مش الحل ده، أنا بتكلم عن حل تاني، حل مختلف خالص. قلت له ما تقولش وخلصنا. قال لي بص يا ليلى، يوسف ده شاب محترم وابن صاحبي الغالي قوي عليا، أنا بحبه زي ابني بالظبط، ولو كان ابني من صلبي ما كنتش أحبه أكتر من كده. إيه رأيك لو يوسف يبقى أبو ابننا الحقيقي؟ أنا اتصدمت من كلام كريم، ما فهمتش هو بيقول إيه بالظبط. قلت له يعني إيه يا كريم؟ أنا مش فاهمة. قال لي يعني إنك تحملي من يوسف وأنا ربي الطفل ده على إنه ابني. الولد ده هيبقى ابن صاحبي، وفي نفس الوقت هيبقى وريث اللي هياخد اسمي ويكمل مسيرتي. أنا جمدت في مكاني، ما قدرتش أنطق، مش مصدقة إن كريم جوزي بيقول لي الكلام ده. قلت له بصوت مرتعش أنت بتقول إيه يا كريم؟ أنت عايزني أعمل إيه بالظبط؟ ده حرام، ده زنا، ده مش جواز. قال لي أنا عارف إنه حرام، بس أنا مش لاقي حل تاني. أنا عايز ابني يحمل اسمي، مش عايز كل اللي تعبت فيه يروح لحد تاني. أنا مستعد أتحمل الذنب ده قدام ربنا، بس أنا عايز وريث. قلت له بعصبية أنا مش هعمل كده أبدا، ده حرام وغلط ومستحيل أخون جوزي.
حتى لو هو اللي طالب مني كده. قال لي أنا مش بطلب منك تخونيني، أنا بطلب منك تنقذي جوازنا وتحققي حلمي في إني يبقى ليا ابن فكري في الموضوع يا ليلى. أنا مش هجبرك على حاجة، بس أرجوكي فاكري. إيه الأيام اللي بعد كده كانت صعبة قوي عليا، كنت مش عارفة أعمل إيه. كريم فضل يكلمني في الموضوع كل يوم، كان بيقنعني إن ده الحل الوحيد، إن يوسف شاب محترم ومن عيلة كويسة، وإن الطفل اللي هيجي منه هيبقى طفل كويس، وإن مفيش حد هيعرف الحقيقة غيري وغيره وغير. يوسف كان بيقولي إن أنا كمان محتاجة أبقى إن ده حقي، وإنه هو اللي حرمني من الحق ده علشان العقم بتاعه. أنا فضلت أفكر وأفكر لحد ما بدأت أقتنع شوية. بدأت أقول لنفسي إن فعلا أنا محتاجة أبقى إن الأمومة دي حاجة جوايا بتموتني من سنين، إن كريم جوزي اللي بحبه هو اللي طالب مني كده، وإنه مش هيزعل مني ولا هيحس إني خنته. بدأت أفكر في يوسف الشاب المحترم اللي فعلا بحبه زي ابني. بدأت أتخيل شكل الطفل اللي ممكن يجي منه طفل جميل وذكي زي أبوه. بعد شهر من التفكير قررت إني أوافق. رحت لكريم وقلت له أنا موافقة، بس بشرط إن ده يفضل سر بينا للأبد ومحدش يعرف أبدا، وإن يوسف يوافق هو كمان ومحدش يجبره على حاجة. كريم فرح قوي، حضني وبسني وقال لي أنا بحبك قوي يا ليلى، انتي بتنقذي حياتي وبتحققي حلمي. قلت له بس ازاي هنقول ليوسف؟ ازاي هنقنعه؟ هو شاب محترم ممكن يرفض. قال لي سيبيها عليا أنا هكلمه. في اليوم التاني كريم كلم يوسف وقال له عايز أكلمك في موضوع مهم. يوسف قلق شوية، قال له خير يا عمو كريم، في حاجة غلط؟ كريم قعد معاه وحكاله كل حاجة. قال له إنه عقيم وإنه عايز وريث، وإن هو شايف إن يوسف ده أنسب واحد يبقى أبو الوريث ده علشان هو ابن أعز صاحب عنده، وإنه بيثق فيه وبيحبه زي ابنه. يوسف اتصدم طبعا، قال له يعني إيه يا عمو كريم؟ أنا مش فاهم أنت عايزني أعمل إيه كريم؟ قال له بصراحة أنا عايزك تحمل ليلى مراتي علشان يبقى ليه ابن وأنا هربي الطفل ده على إنه ابني وهيبقى وريثي، وإنت طبعا هتبقى أبوه الحقيقي، بس ده هيفضل سر بينا. يوسف قام من مكانه بعصبية وقال لأ، مستحيل، ده حرام، ده غلط، أنا ما أقدرش أعمل كده مع حضرتك زي أبويا والطنط ليلى زي أمي، ما ينفعش أبدا. كريم قال له بهدوء أنا عارف إنها حاجة صعبة، بس أنا بتوسلك، ده أنا بطلب منك خدمة محدش غيرك يقدر يعملها، أنا مش لاقي حل تاني، أنت ابن صاحبي الوحيد وأنا واثق فيك، لو عملت ده هتبقى أنقذت حياتي وحياة ليلى، وهديك كل حاجة عايزها، فلوس، شقة، عربية، أي حاجة. يوسف قال له أنا مش محتاج فلوس يا عمو كريم، أنا بس مش مرتاح للموضوع ده. كريم فضل يقنعه أيام وأيام لحد ما يوسف بدأ يلين شوية. يوسف جه لي مرة وأنا في المطبخ قال لي يا طنط ليلى ممكن أكلمك؟ قلت له اتفضل يا يوسف. قال لي عمو كريم كلمني في موضوع وأنا مش عارف أعمل إيه، أنا بحترمكم قوي وما أقدرش أعمل حاجة غلط معاكم. قلت له أنا عارفة يا يوسف، وأنا كمان كنت رافضة الفكرة دي من الأول، بس أنا فكرت كويس ولقيت إنها الحل الوحيد. أنا محتاجة أبقى يا يوسف، محتاجة أحس بالأمومة دي، وكريم محتاج يبقى أب ويبقى له وريث. أنت الوحيد اللي نثق فيه ونحبه ونعتبره من العيلة، لو ما عملتش كده حياتنا هتفضل ناقصة للأبد. يوسف سكت شوية وبعدين قال بس أنا خايف من ربنا، ده حرام. قلت له أنا وكريم هنتحمل الذنب ده قدام ربنا، أنت مش مذنب، أنت بس بتساعد ناس محتاجينك، وبعدين ده مش هيبقى زنا عادي، ده هيبقى بنية إننا نخلف طفل يتربى في بيت محترم، مش علشان شهوة ولا حاجة. يوسف فضل يفكر أيام كتير وفي الآخر وافق، قال إنه موافق بس بشرط إن ده يحصل مرة واحدة بس، ولو حصل حمل خلاص ينتهي الموضوع وإن محدش يعرف أبدا. اتفقنا على كل حاجة. كريم حدد يوم معين كان يوم الجمعة، قال إنه هيسافر الصبح ويرجع بالليل علشان أنا ويوسف نبقى لوحدنا في البيت. أنا اليوم ده كنت خايفة أوي وقلقانة، مش عارفة أعمل إيه، بس كنت مصممة إني أكمل علشان خاطر كريم وعلشان خاطر حلمي في الأمومة. الصبح كريم سافر فعلا وأنا فضلت في البيت مع يوسف كان قاعد في أوضته وأنا كنت في أوضتي، كل واحد فينا خايف يقرب من التاني. الساعة 3 العصر تقريبا يوسف خبط على باب أوضتي، قال لي يا طنط ليلى ممكن أدخل؟ قلت له اتفضل يا يوسف. دخل وكان شكله متوتر قوي وأنا كمان كنت متوترة. قال لي أنا جاي علشان أنا وإنتي لازم نتكلم الأول. قلت له اتكلم يا يوسف.
قال لي أنا عايزة أقول إني أنا ما بعملش كده علشان فلوس ولا مصلحة، أنا بعمله علشان أنا فعلا بحب عمو كريم وبحترمك انتي وعايزة أساعدكم. قلت له أنا عارفة يا يوسف وأنا شاكرة ليك قوي إنك وافقت تعمل كده. قرب مني شوية وقال بس أنا خايف. قلت له خايف من إيه؟ قال خايف إني أكون مش قد المسؤولية دي، خايف إني معرفش أعمل صح. أنا يعني مش عندي خبرة كبيرة في الحاجات دي، أنا حبيت مرة واحدة بس زمان وانتهت بسرعة. أنا ضحكت ضحكة خفيفة علشان أخفف عنه التوتر. قلت لا ما تقلقش يا يوسف، الموضوع ده طبيعي وبسيط، المهم إننا نكون مرتاحين ومش متوترين. قعدنا نتكلم ساعة كاملة علشان نكسر الحاجز بينا ونبقى مرتاحين أكتر. بعدين قمت ومسكت إيده وقلت له يلا بينا يا يوسف، خلينا نبدأ ونخلص بسرعة علشان ما نفكرش كتير. دخلنا أوضة النوم أنا وهو، والقلب بتاعي كان بيدق بسرعة رهيبة. أنا كنت خايفة ومتوترة، بس في نفس الوقت كنت حاسة إني بعمل ده